تثبت الهوية الوطنية الجزائرية في العربية والإسلامية في كل بيوتنا وجمعياتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا القرآنية وزوايانا والكتاتيب التي تعلم النشء الصالح إن شاء الله لهذا البلد. إنها المحروسة الجزائر التي في طياتها وضواحيها وأحيائها رجال ضحوا وقدموا وبادروا ووضعوا لهذه الأمة المعلم البياني كي يكون نبراسا ومشعلا للأجيال. الشيخ سعدوني رحمه الله نعم هو القبلة التي نريد لكل الجزائريين وكل أهل بسكرة وخاصة أهل المنطقة منطقة أورلال أن يلتفتوا إلى هذه الشخصية كبيرة جدا التي وضعت أوتادها في الأرض كمعمارا أو كمعيارا للعلم والأدب والخلق وكذلك شهامة للشخصية الجزائرية الأصيلة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يخرج من هذه البلدة الطيبة رجالا يذودون عن ديننا ويذودون عن بلادنا وحدودها. أسأل الله أن يحمي رجالنا جميعا الذين يضحون في سبيل أن تتلى هذه الآيات في المساجد ويفهمها الناس ويتدبرون وكذلك يسمعون ويقرؤون ويتعلمون. اليوم الحمد لله أنا سعيد جدا في حضرتي ومع حضرة القراء والمشايخ وبحضور أعيان هذه المنطقة رئيس البلدية وكل سواعده التي تجوب معه هذه المنطقة الطيبة. أنا سعيد جدا بالحضور إلى هذه البلدة حيث رأيت فيها عجبا ومصدرا من مصادر القوة لهذا البلد. لا نقول تلك قرية وتلك دشرة، فقد علمت عبر رحلاتي في كثير من مناطق الجمهورية رأيت أن سبب النصرة من المداشر والزوايا ومن الأماكن التي يعرفها الكثير وما تكون مناطق الظل يخرج منها العجب. إنها أورلال أمانة في أيديكم جميعا، ضعوا يدكم في يدها كي يكون الشباب صالحا خادما لهذا الوطن ولهذا الدين. إنه القرآن الذي ينير الله سبحانه وتعالى به البصيرة والحياة لكل هذه المعمورة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.